شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، أهلا وسهلا فيك عبر موقع شوفي جديد. اسمحي لي أول شيء أقول لك يعني الله شو هالجمال، شو هالطلة، شو هالسحر اللي عملت لنا إياه اليوم، شو هالجو الرائع، يعني خبرينا أكثر عن مشاركتك الليلة بمهرجانات دبي. بحب لما بكون عندي مشاركة خصوصا بأول الصيفية، بحب يكون فيها وقع له رهجته له هيبته وله مسؤوليته، لأنه لما بشارك بأول مهرجان بالصيف بلبنان رغم كل الظروف بحس أنه لازم يكون قد الحمل ولازم واجه ولازم يكون الحفلة كلها فرح وكلها حياة لحتى الكل يتشجع ويعمل حفلات والكل يجي يحضر حفلات. أكيد أكيد هذا يعني أنت شمس الأغنية وما بتطلع الصيفية بلا شمس الأغنية اللبنانية. نفس المشهد شفناه بالأردن بمهرجانات، وشفنا مشهد لما البنت هجمت عليك على المسرح وحملتك. شو بتعلق عن هذا الموضوع؟ ما سمعنا تعليقك أنت عنه. أنا بقول إنه ربنا رضيان علي وبحبب الناس فيي لأنه هيدي رضاه ونعمته بقدرها، وإن شاء الله ضلني يا رب حاستها انه هيدي النعمه من رب العالمين حتى دائما احطها بعيوني وبقلبي واعرف حافظ عليها وكيف اقدمها للناس. سمعنا هيك انه في اغنيه جديده سنجل وانت كتبت انه عم تطبخ على نار، معقول ان اول نار تصير على الفطر؟ وهل مزبوط انه اسمها دجال من الحان وسام الامير؟ هيدي الاغنيه لا مش من الحان استاذ وسام، بس اكيد بالالبوم في من الحانه كثير اغاني. طيب بدي اسالك بعد اخر سؤال، شفنا مؤخرا بانو انت ووائل بحفله بفينيسيا، وبلشوا الاعلام يقولوا انه ما في لوجو روتانا ومعقول يكون في مشاكل بين نجوى وروتانا، هذا الشيء مزبوط؟ شو خص لوجو روتانا بالحفله؟ هذا منه البوم. حفله كبيره، هيدي حفله منه البوم. يعني ما في شيء من اللي عم بينقال؟ ما بعرف شيء يعني شو عم تقصدوا. طلع انه وائل وانا نحن اصلا اذا بدنا ننزل شيء بده يكون لروتانا العمل، بس هيدي حفله. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بنجاحات اكبر واكبر. ثانك يو.